شباب تانية ثانوي عاملين ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. أنا باشمهندس كرولوس كمان معاكم إن شاء الله. هنراجع على منهج الأبلاي. شباب علمي يعني عندنا منهج أبلاي لذيذ جميل، أسئلته جميلة وحلوة، بس أهم حاجة أنت تكون فاهم أنت بتعمل إيه، عشان منهج الأبلاي محتاج فهم بس شوية. فأنت لو فهمت هتعرف تحل. فيلا بينا كده نشوف مع بعض أول سؤال. أول سؤال بيقول لي two forces meet at the point their magnitude 12 and 6 and resultant is perpendicular to one of them. هنا ده يخليني على طول اقول لك ان انت عندك دي سبيشال كيس في اليونت الاولى خالص في اول ليسون، لما كانت عندك F1 مثلا وF2، واجي اقول لك ان انت عندك الريزلتنت يعني المحصله بتاعتهم هما الاثنين بيربنديكولار، يعني هي عامله 90 ديجري مع الفورس الاولى. فكان عندي كده سبيشال كيس، كنت تقول لي على طول ان الار ايكوال روت F1 بار 2 ماينس F2 بار 2. ما انا معايا F1 و F2، عايز اجيب الريزلتنت، يبقى على طول هتروح معوض في القانون ده، يبقى الار ايكوال روت F1 اللي هي ب 12 ماينس 6 بار 2. هتمسك الكالكليتور، فلما تمسك الكالكليتور وتعمل الكلام ده هيطلع معاك ب ماينس 6 بار 2 6 روت. يبقى اول سؤال بيسال على سبيشال كيس عندك، يبقى انت تخلي بالك عشان ده سؤال مهم جدا. بيسال على السبيشال كيس ان هم امتى يبقى بيربنديكولار، لو هي في فرق ما بين كلمه الريزلتنت بيربنديكولار على واحده منهم، او هما الاثنين يبقوا بيربنديكولار على بعض. خلي بالك عشان كده كده كل ده استنتاجات من القانون الاصلي اللي انت المفروض عارفه، ان الار ايكوال روت F1 F2 باور 2 F1 باور 2 بلس F2 باور 2 بلس 2 F1 F2 كوزين ايه الفا. ومين هي الالفا؟ هي الانجل اللي ما بينهم. ومين هي الثيتا؟ الانجل ما بين F1 والار. كده اول سؤال خلصناه. بالنسبه للاسئله الثانيه، يلا نقرا تاني سؤال كده ونشوف بيقول ايه. تاني سؤال two force F و F، يعني هو قصده ان هما الاثنين قد بعض and the sum of the resultant 48 and make the first force angle 30 then. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله لي ده؟ قال لي يعني انا عندي كده بقول لك ان انت ركز في الجملتين اللي هقولهم دلوقتي، ان انت عندك تو فورس F1 هي F2 هي الاف. حلو جدا. بعد كده عندي ايه كمان؟ عندي الار ايكوال 48. جميل. والار دي عامله انجل مع الفيرست انجل بكام؟ ب 30. يبقى دي كده مين؟ دي الثيتا. الثيتا كده كام يا معلم؟ ب 30. قال لي حلو جدا. طب عندي سؤال، هو انت كده عندك قانون تاني بيقول لك لو الافتين قد بعض، ايه القانون بتاع الار؟ قال لي قانون الار هيساوي ايكوال 2 اف كوزين الفا على 2. دي رولز المفروض انت تكون عارفها. يبقى انا كده ده قانون لما يكون الفورسين قد بعض. طب سؤال، اسال سؤال يا مستر وانت اللي تقول لي عليه، هو مش الافتين قد بعض؟ يعني انا كده لو جيت اتكلمت بالعقل هتقول لي ان كده F1 هي F2، يعني الار في النص، يعني لو دي 30 فدي 30، يبقى الانجل كلها 60 اللي هي الالفا، يعني هي الثيتا 30، يعني هي لو قلت لي الفا على الاثنين برضه ب 30. انت عايز توصل لكل ده من ايه؟ عايز اوصل لك لمعلومه حلوه جدا، ايه هي؟ ان الفا على الاثنين برضه هتبقى بكام؟ ب 30، عشان هما الافتين قد ايه؟ قد بعض. قال لي طب يلا نعوض بقى. يبقى ار ايكوال 48 ايكوال 2 اف، مش عارف اف بكام، هتساوي زي ما هي كوزاين الفا على الاثنين اللي احنا قلنا بكام على طول؟ 30. لو جيت عملت هنا وحليت ده تايمز ده وتوديه الناحيه الثانيه، انت خلاص كبرت بقى. يبقى 48 ديفايدد 2 كوزاين 30، تحسب بالكالكليتور تطلع معاك تقريبا 16 روت 3. بس تعالى نحسب ونشوف الكلام ده يطلع بكام. 2 كوزاين 30 16 روت 3، فعلا الكلام مظبوط. يبقى انت كده اديك فهمت ايه اللي اول درس ذات نفسه عليه كذا سبيشال كيس، فلازم تركز عشان السبيشال كيس دول مهمين جدا، كلهم معتمدين على
ان انت فاهم الرول فبتعوض فيها فبتجيب الاجابه على طول. تالت سؤال يلا مع بعض. السؤال ده مهم جدا وبيجي دايما في الامتحانات فركز فيه بعد اذنك. ايه هو بقى السؤال ده؟ بيقول لك if A is angle between the two force 2 6 where ال A belong من 0 لباي وال N the magnitude of the resultant. عايز يعرف ايه الريزلتنت بقى. لو انت عندك فورسين، فورس جميله ب 2 وفورس جميله ثانيه ب 6، هي الارك ده بكام؟ قال لي بص انت عارف دي برضو سبيشال كيس. ايه هي؟ تقول لك لو انت معاك فورسين عايز تجيب الماكسيمم وعايز تجيب المينيمم، ماكسيمم يبقى هما الاثنين هيتعملوا بلس بعض، وفي الحاله الماكسيمم ده كنا بنقول يبقى الالفا ايكوال 0 عشان ما فيش الانجل اللي ما بينهم هما الاثنين كده هتبقى عامله 0. طب لو هما مينيمم يبقى هما عكس بعض، يبقى الالفا بكام كده؟ 180. قال حلو. تعالى دلوقتي في اللي قدامي ده، قال لي يعني انت قصدك انت هتجيب مره ماكسيمم ومره مينيمم. ماكسيمم يبقى هنعملهم بلس بعض، مينيمم يبقى احنا هنعملهم ماينس بعض. الماينس بتاعهم عموما مش ما تعدش يقول لي بقى 2 ماينس 6، لا عموما ماينس بعض. فهنا تديني لو هم بلس بعض يدوني 8 ولو ماينس بعض يديني 4. يعني الار ما بين كام وكام؟ ما بين ال4 وال8. يا نهار ابيض جيت بصيت كده صدمه كبيره. ايه ده ايه ده ايه ده؟ كلهم كام؟ 4 و8 4 و8 4 و8 بس هي واحده ايه؟ واحده اوبن واحده كلوز، واحده اوبن واحده كلوز. طب انا يا مستر ايه رايك؟ اختار مين؟ قال لي هو قال لك هنا ايه؟ يبقى انا هختار مين؟ وعموما الار عمرها ما تبقى ولا ب2 ولا ب4، لازم رقم ايه؟ رقم ما بينهم. خلي بالك عشان كده رحنا عملناهم هما الاثنين ايه؟ اوبن. السؤال ده مهم جدا جدا جدا. نخش بقى على سؤال مهم جدا، سؤال البيراميد. يا نهار ابيض يا مستر، ده بيقول لي التوتال اريا. الراجل ده بادئ على طول بالتوتال ايه؟ اريا. قال لي حلو، توتال اريا. توتال اريا بتاعت الريجولار بيراميد فيسز. طب سؤال، هو كده حدد لي كوادرل اسمه ايه؟ مونتاج. نبدا بقى يلا في السؤال الرابع. if the total area of the pyramid of the regular faces equal 36 root 3 the sum of its sides length equal كام؟ هو بيقول لي هنا ده بيراميد، ما حددليش بقى بس خدها قاعده بقى ما دام قال لك وركز في الجمله دي regular faces يعني كل الوشوش بتاعته زي بعض، يبقى ده كده ايه؟ هو البيراميد ده مش مثلث؟ قال لي اه. يبقى كده ده قصده بيها ايه؟ تريانجولار بيراميد. ركز 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 الكلمه دي مهمه. اصل انت دايما متعود يقول لك ايه؟ ريجولار هيكساجون بيراميد، ريجولار كوادراتل بيراميد. طب هنا ما قالش. طب هشتغل ايه؟ هو قال لي ريجولار فيسز. يعني ايه ريجولار فيسز؟ يعني كل الوجوه زي بعض، يبقى هو كده ده اكيد ايه؟ البيز بتاعته كمان زيهم، يبقى هو اكيد ايه؟ تريانجولار بيراميد. قال لي كان عندي قوانين على طول بتقول لي ان التوتال اريا في التريانجولار بيراميد لو هو ريجولار بتساوي روت 3 ال باور 2. كلام جميل يا مصر. يعني انت قصدك التوتال اريا دي هي 36 روت 3؟ يا لهوي يا مستر. حلو. هو طالب ايه بقى؟ السم اوف اتس سايدز، يعني عايز اعرف كل السايدز على بعض بكام. فانا عندي 6 سايدز، فانا لو جبت ال هنا هضربها في 6 اكون جبت الايه؟ السمشن بتاع كل الايه؟ السايدات. طب يلا بقى ده شغل بقى ايه؟ ابتدائي بقى. يلا يا مستر روت 3 من هنا مع روت 3 من هنا. برافو. يبقى اتبقى ان ال باور 2 ايكوال 36. جميل. لو عايز اشيل باور 2 بعمل سكوير روت. برافو. يبقى بكام؟ ب 6. ده اللينس الواحد. طب انا عندي كام لينس؟ 6. يبقى السمشن ايكوال 6 باي 6. يبقى ايكوال كام في الاخر؟ 36. صعب. سؤال مهم جدا جدا جدا. خلي بالك عشان الكلام ده ان شاء الله تخش هتلاقيه في الامتحان. السؤال اللي بعده رايت كون. نخش على الكون ثانيه واحده.
رايت كون، اسئله بقى ايه السوليد جيومتري زي السؤال اللي قبله كده. رايت كون، ده كون الفوليوم 27 باي and the circumference of its base 6 باي. عايز الهايت يا مستر، يا مستر قوانين احنا قلنا السوليد جيومتري دي عباره عن قوانين. طب ممكن تركز معايا؟ يلا نركز مع بعض. قال لي الكون هو الفوليوم بتاع الكون ايكوال ايه؟ قال لي 1 اوفر 3 باي ار باور كام؟ باي ار باور 2 ونحط هنا اتش. حلو، يعني هو ده كله ب 27 باي. ما هو ده الفوليوم. حلو، والسيركمفرنس اوف اتس بيز، هي البيز بتاعت تكون عباره عن ايه؟ مش عباره عن سيركل؟ قال لي قال لي خلاص يبقى السيركمفرنس بتاعت السيركل ايكوال ايه؟ 2 باي ار. يبقى السيركمفرنس اوف بيز او اوف سيركل 2 باي ار. قال لي بص يا مستر انا عايز افهمك انت عايز تعمل ايه. بص انت لو جبت من هنا الاتش، ولا هو عايز الاتش؟ لو عايز الاتش قال لي بس خلاص انا هعمل ايه؟ بص يا مستر انت من هنا هتجيب الار، ولا من هنا؟ لا اكيد من تحت. ليه؟ عشان اللي تحت دي هي اللي فيها ايه؟ عنوان واحد بس هو الار، وبعد ما تجيب الار تروح راجع معوض بيه فوق، فبعد ما تجيب الار من فوق تجيب الاتش على طول. قال لي ما هو قال لك ان السيركمفرنس كله على بعض بكام؟ ب 6 باي. مستر انا سؤالي خلص. ليه يا حبيب قلبي؟ قال لي بص الباي مع الباي باي، الباي مع الباي ايه؟ باي. قال ايه ده؟ يعني اتبقى معاك ان 2 ار ايكوال 6، يبقى الار بكام؟ دي الناحيه الثانيه يبقى ديفايد، يبقى الار بكام؟ يا لهوي يا مستر مش دي الاجابه، لسه هنرجع بقى نحطها فين؟ اوبا فوق. فتقول لي يبقى الفوليوم ايكوال 1 اوفر 3 باي 3 باور 2 اتش كلها ايكوال 27 باي. ايه ده مستر؟ الباي مع الباي باي. قال لي حلو، ماذا بعد؟ كمل يلا. طبعا في ناس بتعمل شيفت سولف على طول وتنجز. يلا يا باشا اعمل شيفت سولف على طول، هتلاقي ان دي 9 اوفر 3 يعني تطلع في الاخر ب 9 سوري ب 3. يبقى هنا 3 اتش ايكوال 27، دبل تايمز راح بالديفايدد يبقى الاتش ايكوال 27 اوفر ال 3 يعني كام في الاخر؟ 9 والاجابه 9. موضوع سهل جدا، احفظ قوانين. اللي بعده يلا بينا. السؤال اللي بعده طبعا هيقول لي على السيركل. طبعا هيقول لي على ايه؟ على السيركل. قول له باي. يلا يا عم يلا يا عم. بوم. A point which point lie on the circle x minus 2 power 2 plus y plus 2 power 2 equal 32. دي يا جماعه 6 عموما. طبعا في ناس بقى خلاص دلوقتي تقول لي ما دام غيرت دي يبقى دي اكيد الايه؟ الاجابه. قال لي طب تعالى بس افهمك السؤال ده هتعمل ايه؟ هو مديني الايكويشن بتاعت السيركل وبيقول لي انهي بوينت من دولت موجوده عليها. قال لي مش البوينت، مش الايكويشن بتاعت السيركل فيها اكس وواي؟ قال لي يبقى انا كده لو عوضت بالاكس والواي فوق المفروض تطلع بكام في الاخر؟ ب 32. قال لي يعني انت يا مستر هتعوض في من كل واحده في دولت في الايكويشن فوق؟ قال لي هي الايكويشن عباره عن ايه؟ قال لي اكس ماينس 2 هو قايلها لي فوق اهي باور 2 بلس واي بلس 2 باور 2 كل ايكوال 32. اول بوينت عندك 3 و4، ثاني بوينت 5 و3، ثالث بوينت 6 و2. احنا خلاص قلنا هي 6 و2 مش 7 و2، وهنا 1 و2. قال لي يا مستر انت كل اللي هتعمله انا عارف ان ده الاكس والواي، هعوض بيهم فوق واشوف مين انهي واحده فيهم جابت لي 32. قال لي صح كلامك صح. يلا نغير الارقام بقى. يبقى اكس اللي هي 3 ماينس 2 باور 2 بلس 4 بلس 2 باور 2. هل دي طلعت 32؟ مش عارف، هنكمل. 5 ماينس 2 باور 2 بلس 3 بلس 2 باور 2. هل دي طلعت 62؟ معرفش. 6 ماينس 2 باور 2 بلس 2 بلس 2 باور 2. هل دي طلعت 62؟ كله هيقول لي ايوه ما انا عارف عشان انت بدلتها. هقول لك هي صح فعلا، بس احنا هنمشي ايه؟ كده مش عارفين يعني. اعمل نفسك مش فاهم. كل دولت لو جيت عوضت هتطلع معاك هنا ب 6 باور 2 يبقى 36 و1 66 ب 67.
طبعا لا مش عايز. هنا 3 باور 2 9 9 9 وفي 25 يبقى 34 لا برضه مش عايز. هنا 4 باور 2 16 16 بلس 16 يعني 32 قال لي الحمد لله ما انا قايل لك يلا من الاول يا 1 باور 2 1 و4 باور 2 يعني 16 16 بلس 17 طبعا لا مش عايز. يبقى الاجابه الوحيده اللي هتنفعني هي كام؟ هي فعلا 6 و2 مش 7 و2 هي كان فيها بس لخبطه. السؤال اللي بعده يبقى انت لما يجي لك سؤال زي كده عوض عشان تعرف الاجابه صح ولا لا، يعني هي موجوده ولا لا. ما دام هي موجوده يبقى لازم تحقق الايه الايكويشن دي. السؤال اللي بعده inclined plane with lens. السؤال ده مهم جدا. with lens الانكلايند بلين ده طوله 50 ارتفاعه 30 and object الويت بتاع الحاجه اللي عليه ب 200 placed on it the sum of two weight component in the direction of the line of the greatest slope of the plane and the normal direction to it equal كام. الراجل ده بيحكي حكايه بيقول لك بص انا عندي inclined plane قال لي حلو امسح يا inclined plane اهو اوب دلعنا بالالوان يلا يا معلم. طول الانكلايند بلين قال لي 50 قال لي يعني يا مستر دي كلها ب 50 ارتفاعه ب 30 حطينا عليه من فوق ويت الويت ده بكام؟ ب 200 200 يا اوبا حلو. احنا مبدئيا كده هو عايز يعمل ايه؟ قال لي انا عايز اعرف في فورس في الجريتست سلوب. بص كده بيقول لك ايه؟ the sum of the two weight components in the direction of the line of the greatest slope and the normal direction اللي فوق بكام. فقال لي بص انا عارف ان الكلام ده كله انت بتعرف تعمله لي على طول. لو انت عملت كده هنا تبقى 200 ساين ثيتا ودي بتتشال خلاص نحطها كده 200 كوزاين ثيتا. حلو. قال لي وخلي بالك ان هنا بيبقى فيه اف وهنا بيبقى فيه ار اللي هو النورمال. قال حلو. قال لي بص انا عارف ان اليمين قد الشمال واللي فوق قد اللي تحت. قال لي بص يبقى كل الفكره ان انت كل اللي هتعمله بس هتجيب السيتا. طب يا مستر وانا معايا السيتا؟ اقول لك يلا تعالى على جنب يلا اهو 30 50 يبقى دي كام؟ 40 يبقى هنا يبقى في السيتا. ارجع معايا بقى لايه لثالثه اعدادي الساين اوبزيت اوفر ايه الهايبوتنس فده الاوبزيت وده الايه الهايبوتنس يبقى الساين سيتا ايكوال ايه 30 اوفر 50 اللي هي كام 3 على 5. طب والكوزاين سيتا ايكوال كام 40 اوفر 50 يعني كام يعني 4 على 5. يعني انت قصدك يا مستر ده كله يتشال ها مش تحط ساين 4 على 5 كل الساين سيتا تشتغل على بعض وتحط مكانها 3 اوفر 5 ودي تتشال وتحط مكانها كام 4 اوفر 5. فلو جيت مسكت الكالكليتر وقلت 200 تايمز 4 على 5 دي تطلع كلها ب 160 ولو حطيت مكان دي 3 على 5 200 في 3 على 5 تطلع معاك 100 وكام؟ و20. طب ما انا عارف ان ال 120 دي هي اختها الناحيه الثانيه وانا عارف ان ال 160 دي هي اختها الناحيه الثانيه فوق. قال لي يعني انت قصدك بقى هو عايز يعرف الاف دي والار على بعض بلس بعض يدوني كام؟ قال لي يعني انت من الاخر هنا انت عايز تجيب الاف بلس الار اف بلس الار يعني 120 زائد 160 تديك كام يا معلم؟ 280. سؤال مهم وحلو. السؤال اللي بعده يلا السؤال الثاني بيقول لي regular quadratic pyramid of base of perimeter of base is 24 and height equal 12 find its volume. قال لي بص يا معلم انا لو جيت كده وافتكرت معاك regular quadratic pyramid فانت عندك قوانين. ايه القوانين بتاعتك؟ قال لك ان احنا بنعتبر ان البريمتر بتاع البيز تحت البيز ده مربع سكوير
يبقى البريمتر ايكوال كام؟ ده البيز 4 بي، بي ده اللي هو الايه؟ البيز لينس، اللي هو ايه؟ اللينس بتاع البيز ذات نفسه بكام؟ حلو كده. اند هايت، معايا الهايت ده بتاع الكون، بتاع سوري بتاع الكوادرات البيراميد ب 12. حلو. قال لي طب سؤال، هو الفوليوم اصلا قانونه ايه؟ قال لي القانون اهو 1 اوفر 3 باي ار 2 باي ار باي بار 2 اتش. تاني البريمتر بتاع البيز ده بريمتر اوف سكوير، يعني 4 بي، البي ده اللي هو البيز لينس، والهايت قال لي ب 12، والفوليوم اصلا ككوادرات البيراميد ايكوال 1 اوفر 3 البي بار 2 اتش. هو ايه الرول اصلا؟ بيقول لك البيز بتجيب الاريا بتاعتها وتضربها في الهايت بتاعها، ده كده جبت الفوليوم، يبقى الاريا اوف بيز تايمز الهايت. فالبيز ده سكوير، يبقى الاريا اوف بيز بي بار 2، ما دام السايد ببي يبقى بي بار 2 تايمز الهايت. حلو جدا. قال لي يلا نعوض. قال لي يا مستر طب معلش بس، هو انت معاك ايه عشان تعوض؟ قال لي معايا الهايت، يبقى ناقص تجيب مين؟ ناقص تجيب البي. طب يا مستر ما هو مديني الراجل ده بايه؟ قال لي بص كده، ما هو قايل لي ان البريمتر ذات نفسه ب 20 كام؟ 4، يبقى كل ده ايكوال كام؟ 24. عايز تجيب البي يبقى تقسم هنا على 4 وتقسم هنا على 4، فدي ودي يكنسلوا بعض، يبقى البي ايكوال 6. يا لهوي بالحلاوه دي، بالحلاوه والجمال ده. يلا عوض، يبقى الفي ايكوال اللي هو الفوليوم 1 اوفر 3 6 باور 2 واضربها في اتش. يبقى انت كده هتعوض ثانيه واحده عشان ايه المنظر بس ايه ما تلخبطش فيه. 1 اوفر 3 البي 6 باور 2 واضربها في الاتش اللي هو كام؟ في 12. تمسك الكالكوليتر الجميله وتيجي تحسب، يطلع معاك المفروض 100 كام؟ 144. موجوده؟ موجود. صعب؟ لا مش صعب، هي بس حبه قوانين تحفظها وهتعرف تحل. طبعا ممكن تكون انت حافظها مثلا بي ال بار 2 مكان بي بار 2، هي نفس الفكره نفس المعنى، افهمه ان هو ده البيز لينس، ده اللينس بتاع القاعده اللي تحت. قال لي ماشي. السؤال اللي بعده قال لي نكبر شويه ونطلع فوق. يلا كبر شويه. The conference of the circle the conference of the circle يعني ايه؟ circumference سوري of the circle، يعني عايز البريمتر بتاعت السيركل اللي الايكويشن بتاعتها دي. قال لي يا مستر يبقى انا من الاخر لازم اروح اجيب مين؟ اجيب الراديوس. قال لي تصدق صح يا مستر، لازم تروح تجيب الراديوس. طب يا مستر هو الايكويشن بتاعت السيركل دي ازاي اجيب منها الراديوس؟ قال لي ده قانون برضه. ايه القانون؟ بص اهو تعالى نكتبه هنا. ار ايكوال روت، انا بسميهم ال وام. مين ال والام دولت يا مستر؟ ال والام دولت اللي هم السنتر بتاع السيركل. طب هو انت معاك السنتر بتاعت السيركل؟ قال لي طب بعد اذنك ايه، تعالى كبرهم لي هنا بس كده عشان مش شايف حاجه. اكتب كده بالقلم ده، يبقى اكس باور 2 بلس واي باور 2 بلس 2 اكس ماينس 2 واي ماينس 2، كل ده ايكوال 0. بص يا معلم، انت لو عايز تجيب السنتر، قال لي بس طب اقول لك ايه، هو انت عرفت منين ان هي اصلا ايكويشن بتاعت السيركل؟ يلا هوي تعال نفتكر مع بعض هو ناجح. الايكويشن بتاعت السيركل عشان تعرف ان هي ايكويشن اوف سيركل فعلا لازما يكون الكوفيشن بتاع الاكس باور 2 هو نفس الكوفيشن بتاع الواي باور 2. تصدق صح؟ ما هم الاثنين زي بعض. طب يا مستر لو مش زي بعض، قلت لك لازما يكونوا زي بعض، عشان لو هم مش زي بعض هي اصلا مش الكويشن بتاعت السيركل. طب لو هنا مثلا يا مستر في 3 و3 تنفع؟ تنفع، بس اول حاجه لازما تعمل ايه يا معلم؟ تاخد ال3 كومن فاكتور من المساله كلها. حلو. طب هل ينفع يبقى في اكس وواي في النص؟ لا ما ينفعش يكونوا تايمز بعض. طب هل ينفع ده بالبوزيتيف وده بالنيجاتيف؟ لا. قال لي طب لو هي خلاص جاهزه وخلاص دي ايكويشن اوف سيركل، السنتر بتعمل ايه؟ بتاخد الرقم ده ديفايدد 2 بعكس الساين، تاخد الرقم ده ديفايدد 2 بعكس الساين. يعني انت قصدك هنا يا مستر ان ال هيبقى ايكوال نيجاتيف 2 اوفر 2؟ يس. والام تبقى تاني نيجاتيف 2 اوفر 2؟ ايوه. والام عباره عن ايه؟ اعكس ده بعكس الساين يبقى 2 اوفر 2. يعني انت قصدك ده هيبقى نيجاتيف 1 وده هيبقى 1. يس. فيبقى السنتر كام وكام يا معلم؟ نيجاتيف 1 و1. قال لي حلو، هو مش عايز السنتر، هو عايز الراديوس. طب انا عشان اجيب الراديوس
القانون بيقول لي لازم اعمل الكلام ده. قال لي يعني انت هنا قصدك ال هنا اللي هي 1 ولا كام؟ نيجاتيف 1. يا عم نيجاتيف 1 اهو، بار 2 بلس 1 بار 2. طب يا مستر هي فين الان؟ قلت لك الان ده اللي هو الرقم ده، اللي هو مين؟ الرقم ده اللي هو كام؟ نيجاتيف 2. يبقى ماينس نيجاتيف 2 تحت ايه يا معلم؟ تحت الروت. تحسب ده كله فيطلع معاك بالكالكليتور ان الراديوس ب 2. الحمد لله، يبقى انا كده جبت الان، جبت الار من القانون اللي هو بيقول لي اهو. يبقى نيجاتيف 1 بار 2 بلس 1 بار 2 ماينس النيجاتيف 2 طلعت ب 2. يبقى انا عايز السيركمفرنس، انا عايز السيركمفرنس، عايز السيركمفرنس. ايه هو السيركمفرنس؟ قلت السيركمفرنس كتير انا في الحته دي. يبقى 2 باي ار. طب يعني ايه؟ يعني 2 في 2 في باي، يعني في الاخر كام باي؟ 4 باي. يبقى الاجابه في الاخر كام؟ 4 باي. سؤال مهم وحلو. قال لي حلو. السؤال اللي بعده طبعا حبيبنا اللي جاي ده. بص 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 بص، بوم 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 بوم، انزل تحت كده، كبر شويه. حلو قوي. يلا بينا. قال ايه؟ يلا يا باشا. هنا عايزني اجيب التي والار. قال لي طب بقول لك يا مستر، ممكن تزوم لي شويه؟ قال لك تعال نزوم. تعال بص ايه، زوم لي على الرسمه دي شويه. تاني. طب هاتها كده شويه. لا بس مسح لي بقى الكلام ده. يلا بينا. قال لي يا مستر اللون ده مش باين صح؟ تعال ايه نغيره. قال لي مين عمو ده؟ قال لي ده عمو، ده عمو اسمه ايه؟ نشتغل فيه على طول، اسمه سفير. السفير ده يعني عمو لامي. ايه او ممكن ايه؟ التريانجولار فورس. طب هو مين عمو لامي؟ قال لي عمو لامي تعالى نفتكره مع بعض. اوبا. عمو لامي كان بيقول لك F1 F2 F3 سيتا. هنا كام؟ سيتا 3 وهنا سيتا 2 وهنا سيتا 1. قانونه بيقول لك ايه؟ F1 على ساين سيتا 1 هي F2 على ساين سيتا 2 هي F3 على ساين سيتا 3. طب التريانجولار فورس فرق ما بين الاثنين، لازم قلنا يكونوا بيلفوا حوالين بعض. هنا F1 F2 F3. هنا A B مثلا C. فيبقى ال F1 على طول على السايد اللي عليه اللي هو اسمه AB، هو F2 على السايد اللي عليه اللي هو مين؟ البي سي. وبعد كده F3 كل ده بيساوي بعض. F3 على مين؟ على الاي سي. ده تريانجولار فورس، ده انجلز. امتى بشتغل بده وامتى بشتغل بده؟ هنا معاك سايدات، هنا معاك انجلات. هنا معاك سايدات، هنا معاك ايه؟ انجلات. قال لي حلو. بص كده يا معلم. قال لي انا هنا هل معايا بذمتك انت اللي بتشوفني دلوقتي، هل معاك سايدات؟ قال لي لا. طب انا معايا انجلات؟ قال لي حلو. تعالى كده، تعالى مستر هي مش دي 90؟ 90 و30 يبقى الباشا ده بكام؟ نسيت اقول لك على حاجه مهمه. مستر انت كنت في حاجه بتقولها لي هنا، ايه هي؟ اقول لك بص، من خلال كده ان احنا بنحل كتير، يعني لو انت بتحل كتير هتلاقي في واحده كده مهمه قوي بتطلع معانا دايما. لا شيل الايه؟ الباشا ده، هات لي لون تاني. لو انت اهو. قال لي يا مستر كان في واحده كده انت قلت لي على طول بتيجي، دي تبقى 90، دي 150، دي 120. طبعا مش بقول لك استخدم دي على طول، طبعا مستحيل، لا، بس انا بقول لك بنسبه كبيره قوي زي كده الترينجل اللي اسمه 3 4 5 بتاع بايثاغورس، هي نفس الفكره 90 150 120. ده لو عتلت انت بتحل عادي، طلعت معاك كده تمام، ما طلعتش خلاص عادي، ارقام ثانيه ما فيش مشكله. بس انت لو عتلت خلاص مش عارف تعمل بقى حاجه، هتسيب السؤال فاضي. جرب دي كده يمكن تنفع، يمكن هتفتكر كلامي. يلا نكمل. ايه ده يا مستر؟ صغر الخط شويه. يلا بينا. دي 60. مستر هي مش دي 90؟ يبقى دي كلها على بعض كام؟ قال لي ايه ده؟ ده 150. ودي كام؟ 90. يبقى دي كام؟ باقي ال 360 اللي هي كام؟ 120. يا لهوي يا مستر ايه ده؟ ده المنظر اللي هناك. قال لي يعني انت قصدك دي الفورس هتبقى كده
تي. قال لي يا مستر بس انا زعلان منك من حاجه. ليه؟ قال لي انت المفروض دي بتشيلها من هنا وتروح حاططها هنا، والفورس دي بدل ما هنا بترجعها ورا، فيبقى فعلا الترينجل كله بيلف حوالين ايه؟ بعضه. يعني انت قصدك يا مستر ان انت لما تيجي تشتغل دي تي و هنا 12 وهنا الار. اقول لك على حاجه، عشان اللي عملته دلوقتي ده لو انا كنت اشتغل بترينجولار فورس، لو انا معايا السايدات كنت بنقل الفورس بدل ما دي بتتنقل بره لفوق، ودي بدل ما هي هنا بترجع لورا، فيبقى الترينجل فوق اهو كله بيلف حوالين بعض. بس انت ده لو معاك السايدات. طب انا يا مستر مش معايا السايدات، خلاص خليها زي ما هي لايمه اهو، ده بيشد كده وده بيشد كده وده نازل تحت، يبقى هو الشكل اللي قدامك. يا مستر انت قلت لي دي هتبقى كام؟ 150 اللي هي 60 و90، واللي فوق يبقى اكيد دي اللي هي 90 اللي تحت، يبقى دي اكيد 120 اللي هي بقى يمين ال 360. يلا يا مستر عوض. حلو، نمسح بقى ده. قال لي بص خليها فوق مرسومه اهي، ده هي تقريبا بنفس كل حاجه، بس هنغير الارقام بس، ولا ارقام الفرسات. يلا يا معلم. دي بكام؟ اف 3 تحت بكام؟ ب 12. طبعا لا، بقول لك على ايه، تعالى نمسح احسن عشان انت ما تتلخبطش. تعالى ارسمها لك تاني وما عنديش مشكله خالص. اهو واهو واهو. كام دي؟ 12. ودي كام؟ ار. ودي كام؟ تي. ودي كام؟ 120. ودي كام؟ 90. ودي كام؟ يلا يا مستر انت قلت لي يبقى الار على ساين 150، هي التي على الساين اللي الانجل اللي في الشارع على كام؟ على 90. هي 12 على كام؟ ساين 120. طبعا انت عيل صغير بقى خلاص بقى ولا ايه؟ ولا كبير بتفهم صح؟ تعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى الار ايكوال مين؟ ساين 150 تايمز مين؟ 12 اوفر ساين كام؟ 120. احل لك واحده وانت هتكمل الباقي. يبقى الار ايكوال ساين 150 تايمز 12 اوفر ساين 120. التي نفس الكلام 12 تايم ساين 90 اوفر ساين ايه 120. اوعى تنسى بس ايه، وتشيل الساين مثلا، ما تكتبش الساين، ما تقفلش البراكت، مش عارف ايه، الحوارات كلها دي اللي بتحصل بالكالكليتر. يبقى قلنا 12 طبعا هتطلع ده وهتطلع ده بالكالكليتر، هتطلع معاك دي واحده 8 روت 3 والثانيه 4 روت 3. فهو بيقول لك ماينسهم لي من بعض، هو عايز يعرف ايه؟ فايند ذا تي ماينس ار. تطلع معاك في الاخر دي ماينس دي اللي هم ماينس بعض، يدوك ايه في الاخر؟ 4 روت 3. سؤال مهم وحلو جدا وسهل، بس افهمه عشان تركاته وحركاته والحوارات الجميله اللي بتحصل. السؤال اللي بعده صور شويه بقى، خلاص صور رسمه. دخلنا على الرف بلين. رف بلين، ايه هو الرف بلين؟ الرف بلين ده قلنا يعني هو حاجه خشنه، يعني حاجه ليها احتكاك، يعني في الفراكشن فورس، قوه الاحتكاك اللي هتحصل. قال لي حلو. قال لي طب واحده واحده بقى عشان نفهم. يلا يا عم كبر شويه، خلينا نمسح شويه. يلا يا معلم. A body weight equal 2 root 3 is placed in rough horizontal plane. قال لك horizontal عادي خالص. Effect by horizontal force، في فورس معاه 2. It made body about to move the magnitude of the reaction force obtained. دي كده اسمها يا جماعه معناها يعني دي الار داش. هنا دي معناها ايه؟ ار داش. قال لي طب بص يا مستر، انت المفروض قايل لي ان في قانون للار داش في الرف لين، قانونه روت ان باور 2 بلس ال اف باور 2 او الاف اس باور 2. حلو جدا. هقول لك على حاجه، انت معاك الان او معاك الار. قال لي طب بص بعد اذنك بس ارسم لي بس، هو قال لك هوريزونت اهو الخط باين. قال لي طب بقى غير لي اللون. في هنا ويت، الويت هنا كام؟ قال لك 2 كام 2 روت 3 اهو يا معلم. طب يا مستر الاف اس او الاف هنا عموما يعني خلي دي اف مش اف اس. حلو ماشي.
يبقى اكيد الناحيه الثانيه اف اس، عشان قوه الاحتكاك دي او الفريكشن فورس دي انت لو اتحرك قدام يبقى الفريكشن فورس بتحاول ترجعك لورا، بتحول يمين يبقى الفريكشن فورس بتحاول تجيبك ازاي؟ شمال. قال لي بس يبقى هي لو الحركه هتبقى ناحيه الفورس اللي هي دي اللي هي هتشد يبقى الاف اس الناحيه الثانيه، وفوق في ايه؟ في الان او الار، مش فارقه معايا. قال لي حاجه. طب سؤال، انت قلت لي في فورس بتشد بكام؟ ب2. قال لي يا مستر طب ما هو كده الناحيه الثانيه دي بكام؟ ب2. طب ما اللي فوق ده بكام؟ 2 روت 3 بس كده، يبقى الار داش ايكوال روت الباشا ده اللي هو 2 روت 3 ايه في البراكت بعد اذنك بار 2 بلس 2 بار 2. هوبا بالكالكليتور، هوبا بالكالكليتور، يطلع معاك في الاخر ان هي ب 4. لو انت عملت بالكالكليتور يعني انا مجهز لك الاجابات بسرعه عشان بس ايه ما اخدش الفيديو ياخد وقت كبير. قال لي فهمت الفكره؟ قال لي اه. خش على اللي بعده، اللي بعده دي مهمه جدا جدا جدا، لازما نزوم فيها عشان تشوف دي طلعت قلنا 4. قانون لازم تكون عارفه. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا ان ذا فيجر ريكتانجل اي بي 4 وده ب 3 وفي فورس كده وفي فورس كده، هات لي الريزلتنت. قال لي بص كده، انا ده هرسمه هنا بس لغرض ما كده، هبقى اقوله لك عشان بس انت تبقى فاهم الشكل، عشان ما تقوليش انا مش شايف الخط صغير اصل مش عارف ايه الكلام ده كله. انا هو رسمته لك بخط كبير قوي عشان تبقى انت فاهم. وادي ده 3 ودي ده 4. قال لي يا مستر ممكن اقول لك على حاجه؟ ممكن اقول لك على حاجه؟ انت قلت لي المساله دي بتيجي ازاي؟ قلت لك بتيجي زي كده، بس انت بقى المفروض انت بتروح عامل حاجه اسمها اكس اكسس وواي ايه اكسس. قال لي يا مستر دي مساله الجدول انا بحلها بالجدول وبتبقى اسهل بكتير. انت بقى ممكن تروح ايه عامل حاجات تانية براحتك، بس انا بقول لك مساله الجدول دي من اهم واسهل الطرق اللي انت هتعرف تحل بيها. طريقه الجدول ايه هي؟ نعمل جدول بنقسمه فورس سيتا اف كوزاين اللي هي الاكس واف ساين اللي هي الواي. بالنسبه للفورسات انا عندي كام فورس؟ 3. جميل جميل جميل. مستر هي الفورس الاولى كام؟ قال لي الفورس الاولى احنا بنبدا دايما من عند هنا، من عند الاكس اكسس. من عند ايه؟ الاكس اكسس. اول فورس عندك ب 8. ثاني فورس يا مستر ب 10. ثالث فورس ب 6. اول سيتا، احنا السيتا دي بنقيسها ازاي؟ قلت لك الاكس اكسس اهو، انت بتبتدي تمشي مع الاكس اكسس لحد ما اوصل للفورس، هي دي الانجل، بس كل مره بتبدا من عند الاكس اكسس البوزيتيف. قال لي يعني انت اول فورس هنا بكام؟ الانجل بتاعتها 0. الانجل بتاعتها كام؟ 0. قال لي اه برافو. طب يا مستر من هنا لهنا قد ايه؟ مش عارف. ايه رايك يا مستر لو حطينا سيتا زي ما هي؟ ما اعرفش السيتا دي بكام. سيتا حلو. طب يا مستر من هنا لهنا كام؟ قال لي يلا ما انت عارف يلا دي كام كده على بعض 90، يبقى دي كام؟ يا مستر طب اسال سؤال، ليه ما قلتش اللي قبلها دي 45؟ ده مش سكوير، السكوير بس هي اللي الدايجونال بتاعها بيقسم الانجل 90 دي ل 45 و45، غير كده ما بيقسمهاش. قال لي حلو. قال لي بس كده اف كوزاين، يعني انت قصدك يا مستر 8 كوزاين 0 10 كوزاين سيتا 6 كوزاين 90. ايوه نفس الكلام مع الساين، يبقى 0 ساين 0 10 ساين سيتا 6 ساين 90. قال لي يا مستر طب هي السيتا دي ايه؟ ايه اللي معاك دي السيتا؟ قال لي بس تعالى تعالى تعالى، لو جيت على جنب يا معلم وقلت لك ده 3 وده كان 4 زي اخوه، ده 4 يبقى ده 4، يبقى دي كام؟ 5. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ودي السيتا
هوبا جبت مين؟ جبت الساين وجبت الايه؟ الكوساين. طب يلا بينا. ساين ثيتا ايكوال 3 اوفر 5. كوساين ثيتا ايكوال 4 اوفر 5. قصدك يعني يا مستر دي هتتشال وتحط مكانها كام؟ قال لي تحط مكانها كام؟ غير اللون عشان ما تتلخبطش. تحط مكانها كوساين 4 اوفر 5 ودي تتشال وتحط مكانها 3 اوفر كام؟ 5. قال لي بجد؟ يعني 10 في 3 اوفر 5 على طول من غير ساين او كوساين 3 اوفر 5. ها واخد بالك انت؟ ها ماشي. قال لي بعد كده يا مستر كنت بتعمل ايه؟ كنت بجيب السمشن مجموع الاكسات مع بعض، بجيب مجموع الوايات مع بعض، يعني بجمع كل الارقام دي مع بعض وبجمع كل الارقام دي مع بعض. قال لي لما هاجي اجمع كل ده هيطلع معاك الكوساين تطلع بيه 16 والوايات تطلع بيه 12. ايوه يا مستر انا عايز ايه اصلا؟ انا عايز الريزلتنت قانون الار. قال لي قانون الار ايكوال روت، ده المفروض احنا قلنا عليه الاكس وده مين؟ الواي، يبقى روت الاكس بار 2 بلس واي بار 2 يبقى عباره عن ار ايكوال روت 16 بار 2 بلس 12 بار 2. لما تيجي تعمل روت 12 بار 2 بلس 16 بار 2 تطلع معاك بكام في الاخر؟ ب 20. اوبا موجوده الحمد لله. يا مستر طب لو عايز الدايركشن، دايركشن يعني تان سيتا، تان سيتا يعني مين على مين؟ ساين على ايه؟ ساين على كوزاين. ساين على كوزاين يعني مين؟ يعني واي على اكس. قال لي يعني تان سيتا ايكوال واي على اكس. الواي اللي هو كان المفروض 12 اوفر 16 شيفت ساين شيفت تان اجيب الايه؟ الانجل على طول، يبقى دي الدايركشن. والسؤال ده حلو قوي وبيجي دايما في الامتحانات. السؤال اللي بعده اوبا العب يا معلم. امسح ده يا مستر. موضوع مش صعب، ده موضوع سهل جدا بس احنا عايزين نذاكر كويس. احنا المفروض بقى خلاص يعني انت ايه داخل على تقفيل ان شاء الله. خلص بس معايا الفيديو وخلص معايا المراجعه دي هتلاقي نفسك كله. السؤال اللي بعده يقول لك هنا في الويت ده ب 18 حلو وعامل انجل 30 وفي تي وفي تي ار plays an action horizontal find الاف والار. قال لي طب بص واحده واحده. بالعكس يا مستر بص كده. قال لي في هوريزونتال فورس اسمها اف، طبعا دي المفروض اسمها ايه؟ اف. حلو. قال لي طب بص بقول لك ايه يا مستر تعالى نرسمها هنا عشان ايه؟ نشوف كويس. 30 اهي ودي دي الار. يا مستر بيبقى في واحده كده كمان معاها دبليو كوزاين سيتا. انا خلاص بقى ايه عملت ريزوليوشن على طول. وهنا دبليو ساين ايه يا مستر؟ سيتا. وهنا بيبقى فيه ايه؟ الاف. قال لي حلو. هو الراجل ده طالب ايه؟ بليز نسفوز من كلاين بلين، عايز الاف وعايز الار. قال لي طب بص انا لو عملت كده كلامي صح جدا وهجيب الاف واجيب الار، بس انت هتكون محتاج حاجه. هتحتاج تودي دي لهنا علشان تعرف تحل. طب يا مستر ايه رايك تعمل ايه هنا؟ قال لك طب ايه رايك؟ طب ما تحلها بلامي. ما هو ما انت معكش اصلا غير الانجلات. قال لي طب بص بقى فهمني بقى لامي عشان ايه؟ انا هحل بلامي احسن. تصدق ان لامي اسهل بكتير في المساله الجميله دي؟ قال لي هتعمل ايه يا مستر؟ هناخد البوينت الجميله دي واحطها هنا. ادي النقطه اهي. في واحده كده يا مستر اسمها اف مش تي. وهنا في ار. وهنا في ويت اللي هو بكام؟ ب تي. قال لي يا مستر ودي انا عارف ان هي رايت مع اللي هوريزونتال. حلو. طب بقول لك يا مستر هي مش دي كده رايت؟ دي كام؟ 60 صح؟ قال لي ايه ده بتفكر في ايه؟ يلا تعال تفكر في ايه؟ قال لي يا مستر ما خلاص بقى ما دي 60 ودي 90 يبقى كام؟ 150. يا لهوي يعني هكتب هنا كام؟ 150. يا مستر انت قلت لي دي مشهوره على طول 90 150 و100 وكام؟ 120. خلصت يا معلم. الاف على ساين 150 ار على ساين 90 18 على ساين
تجيب الار وجبت الايه الاف. الاف قلنا خلاص بقى تبقى 150 في 18 18 في ساين 150 على مين؟ على الساين 120. جبت الاف جبت الار نفس الطريقه 18 في ساين 90 على ساين 120. جبت الار جبت الاف. هو عايزني اعملهم ايه مع بعض؟ بلس بعض، المفروض يطلعوا بلس بعض. يطلعوا معاك بلس بعض، يطلعوا بكام؟ 8 روت 3. فين؟ اهي 18 روت 3 18 18 روت 3 سوري. طبعا انت هتحسب بالكالكوليتر هتلاقي الرقم بتاعه الرقم ده كله اعملهم بلس بعض يطلع معاك في الاخر كام؟ 18 روت 3. السؤال اللي بعده. السؤال هنا بيقول لك 2 فورس اوف ماجنتيود 2 اف. امسح بقى يا معلم. يقول لك 2 اف acting the point first in the direction. دي بتاعت برضو الجدول ما دام دايركشن كده وجميل يبقى دي ممكن نستخدم فيها الجدول، وممكن تبقى سهله وجميله من غير الجدول تتحل على طول. بس انت اهم حاجه تكون ايه؟ واخد بالك من السؤال، مش حافظ كل سؤال بيعمل ايه كذا كذا كذا. قال لي مستر تعالى نرسم. قال لي اصلا انا في ناس اصلا مش حافظه ايه الدايركشنز. يا لهوي مش حافظه الدايركشن يا لهوي. قال لي قلنا بنقولهم ازاي؟ بنقول ايه؟ نيس ونيس west north east south. 2 force magnitude 2F acting at the point first in the direction of the east. أول واحدة في الإيست. قال لي يا معلم يعني دي 12. ألف مبروك ألف مبروك يا باشا ألف مبروك. تعال كمل. والإف second acting the direction of 60 south of west. south of west قلت بنحط الأنجل اللي نهيت بيه حط الانجل جنبيه. ساوث اوف ويست. فين ساوث اوف ويست؟ ساوث اوف ويست اهي. يبقى الانجل الثانيه هنا عامله انجل كام بقى مع الويست؟ احنا قلنا اللي نهيت بيه بحط الانجل جنبيه يعني عامله 60 هنا يا مستر. طب هي الفورس بكام؟ باف. قال لي يعني ده كده اهو. حلو. and the resultant in the direction of south east. وفي بقى resultant كمان موجوده معاك. فين يا مستر؟ في الساوث ايست. في الساوث ده الريزلتنت في الساوث ايست، لكن الدايركشن بتاعت الثانيه في الساوث ويست. يعني انت قصدك يا مستر ان انا عندي الريزلتنت في الساوث ايست. فين الساوث ايست؟ ساوث ايست والانجل مع مين؟ مع اللي نهيت بيه حط الانجل جنبيه. يعني انت قصدك يا مستر هنا في الار وعامله انجل كام يا معلم؟ 30 مع الايست عشان الايست هو اللي نهيت بيه. قال لي ايه ده يا مستر؟ هو المنظر ده ما بيفكركش بحاجه يا معلم؟ قال لي صدقني بيفكرني بس انا خايف لاحسن. تقول لي طب بص واحده واحده. مستر هو انت ممكن كده تبص على المساله دي لو انا عملتها لك كده؟ بص يا بابا ادي 12 وهنا اف وهنا الار. يا مستر هي الانجل دي كلها على بعض بكام؟ قال لي بص هنا في 60 يبقى اللي باقي 30 30 و90 يبقى 100 وكام؟ 120. قال لي حلو. طب يا مستر هي ما بين دي ودي كام؟ 30. ثانية نغير الرقم. 30. طب يا مستر الناحية التانية في كام؟ من هنا لهنا 90. قال لي ايه ده انت بتفكر في ايه يا مستر؟ كان عندك قانون كده بيقول لك ايه؟ كان بيقول لك ان F1 على ساين سيتا 2 وF2 على ساين سيتا 1 والR على ساين سيتا 1 بلس سيتا 2. قال لي ايه ده تصدق؟ يعني انت قصدك ال 12 على ساين اللي جنبيها ولا الثانيه؟ اللي الثانيه اللي هي كام؟ 90. هي الاف على ساين هي اف على ساين. هي الاف فين؟ اهي. فين الانجل البعيد عنها؟ 30. يبقى هي اف على ساين 30. هي الار على ساين الاثنين. الار دي يعني واخده الاثنين على بعض اللي هي كام؟ 100 وكام؟ و20. اعرف اجيب الاف اعرف اجيب الار. جبت الاف جبت الار. هو عايز مين بس؟ هو عايز الاف.
الار اصلا معاك، الار قايل لك بكام الريزلتنت؟ لا مش قايل لي الريزلتنت، انا عايز الاف. ماشي يا عم، يبقى 12 في ساين 30 على كام؟ على 90، يبقى الاف ايكوال 12 ساين 30 على ساين 90. طلع الاف، اف هتطلع معاك تقريبا ب 6. الاف اف ب 6. السؤال اللي بعده من الاسئله المهمه جدا تخلي بالك منها. نفس الكلام بالظبط، نفس الكلام اللي فاتت، اللي هو تعالى نمسح ده بقى. بص بقى، ده الترينجلر فورس، ده الترينجلر فورس. تعالى كده نرسمها لك كده. هوبا، ايه الهبل ده؟ ارجع يا عم. كده 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 كده. بي سي 150 اي تي 1 تي 2 45 60. وادي البي سي. قال يا مستر ما دام رايت، انت قلت لي على طول ما دام رايت هنا يبقى الاول جيب السايد الثالث ده، ده ترينجلر فورس، ده بايثاغورس. السايد اللي فوق ايكوال روت، ده سايد الايه؟ الهايبوتنس اللي هو الفي اي بي. يبقى كده ايه؟ 60 باور 2 بلس 45 باور 2. يطلع معاك بكام يا مستر لما تعملها بالكالكليتر الجميله العظيمه؟ تطلع ب 75. طلعت ب 75. حلو. يبقى كام؟ يبقى تي 1 على مين؟ على سايد؟ لا يلا على السايد على طول، يبقى على 60. هي تي 2 على كام؟ على 45. هي ال 150 دي على السايد اللي في وشها. معايا واحده كامله، سقف يلا سقف يلا. ليه؟ واحده كامله، ما دام واحده كامله يبقى انت هتعرف تجيب كل حاجه. نفس الكلام، تي 1 ايكوال 60 في 150 على 75. تي 2 دب تطلع بالكالكليتر، تطلع معاك ان تي 1 ب 120 وتي 2 ب 90. فيبقى تي 1 او تي 2 ماينس تي 1 اللي هو بيقول لك عليها تطلع معاك ب 120 ماينس كام الثانيه؟ طلعت بكام؟ طلعت ب 90. طبعا الراجل ده عارف ان انت طبعا اول حاجه هتطلعها 120 حط لك في التشوز، والثانيه 90 بيطلعها لك في التشوز. انت بقى عايز ايه؟ 120 ناقص 90، 120 ناقص 90 اللي هي دي كام في الاخر؟ 30. يبقى دي تبقى تي 2 ماينس تي 1 ايكوال 120 ماينس 90 ايكوال 30. السؤال اللي بعده. مسألة جميلة وحلوة قوي. يلا بينا على المسألة اللي بعدها. هنا بيقول لك ده رف. رف طبعا، رف اديله على الرف يا باشا. يلا يا باشا. ماله الرف ده؟ قال لك هو هنا عايزك تحسب له هي الفريكشن فورس اللي هي الاف اس. قال لك طب يا مستر ممكن تفكرني بحاجه؟ هي الاف اس ايكوال ايه؟ ميو اس ار. ميو اس ده اللي هو كوفيشن اوف ستاتيكال فريكشن، هو معامل الاحتكاك. يعني هو السطح ده خشن، ما احنا قلنا خشن يعني رف. هو في بقى الاحتكاك ده المعامل بتاعه قد ايه؟ الكوفيشن بتاعه قد ايه؟ حلو. قال لي طب بص، انا في كلام موجود مش مكتوب. قال لي اللي هو ايه؟ قال لك الماس ب 19. يعني انا هنا نازل مني هنا 19. طب ما احنا قلنا على طول بقى 19 كوزاين 30. وهنا يا مستر 19 ساين كام يا حبيبي؟ ساين 30. حلو. وفي هنا ايه يا حبيبي؟ في هنا الار. طب يا مستر هي الستة اللي مدلدلة دي؟ ولا الستة دي هو ده الرياكشن اللي هنا، ده بيعدي كله دايما. كل اي رياكشن بتكون داخله على البقره، الشد بتاع الحاجه دي او التنشن ده بيبقى داخل على ايه؟ على البقره. يعني انت قصدك يا مستر دي هلغيها من هنا واحط 6 هنا؟ طب سؤال، انت كده دي بقت شكل المساله بتاعتك. يا مستر اسالك سؤال، ممكن تكبرها لي هنا؟ يلا يا معلم. ادي دي الستة وادي ده الار، ومن هنا في 19 كوزاين 30، ومن هنا في 19
ساين 30 في ايه تاني؟ وقال لي هنا في السيتا. قال لي حلو. بس هو كده طالع ولا نازل؟ هو قال لك طالع ولا نازل؟ ده هو عايز يعرف هي الاف اس فين وبكام؟ يعني هي طالعه ولا نازله وبكام؟ قال لي بص انا هقارن، لو دي اكبر فتاخده وتقع، يبقى الاف اس فين؟ عكسها فوق. فراكشن فورس قلنا قوه الاحتكاك بتبقى عكس دايما الحركه. طب لو ده اللي اكبر يبقى هو طالع، يبقى الفراكشن فورس فين؟ لتحت. قال طب يلا نحسب ونشوف. نحسب 19 ساين 30 بكام يا باشا؟ قال لي 19 ساين 30 ب 9 اند هاف، يبقى الباشا ده ب 9 اند هاف. يا مستر هو كام مين الكبير؟ 9 اند هاف ولا 6؟ طبعا 9.5. يبقى ده كده اتجاه الحركه بتاعته لتحت، يبقى الاف اس فين؟ عكسه. قال لي طب اقول لك ايه؟ ما دي 9.5 والباشا الناحيه الثانيه ب 6، يبقى فاضل له كام عشان يبقى هما الاثنين قد بعض؟ قال لي 3.5. قال لي بجد؟ يعني انت قصدك ان الاف اس هتساوي 9.5 ماينس ال 6 اللي هي كام في الاخر؟ 3 كام؟ 3.5. جود. قال لي كلام جميل جدا جدا جدا. ماذا بعد؟ قال لي خلاص يبقى كل اللي هعمله جبت الاف اس. طب يا مستر هي طالعه ولا نازله؟ ايه رايك؟ لا هي طالعه، يبقى انهي اختيار عندك؟ يبقى هي 3.5 فور اب ليفل. هي موجوده فين؟ هي موجوده لفوق في الاب ليفل عشان تشد معاه وتسحب، عشان هو كده هينزل، يبقى الاف اس فين؟ عكسها الناحيه الثانيه. السؤال اللي بعده دخلنا على السوليد جيومتري تاني. نمسح ده. A volume of right circular cone with a lateral area. معايا اللاترال اريا بكام يا معلم؟ 15. لا مش اللاترال اريا، سوري، ده اللاترال لينس، ده اللي هو اسمه ايه؟ الدرور لينس بكام؟ 15. والتوتال اريا ايكوال 216 باي. فايند ذا ايه؟ فايند ذا فوليوم. قال لي بص يا معلم، انا في حاجه زي كده لازما تخلي ان انت فاهم عشان تعرف تحل. يلا يا معلم نخش دلوقتي على السؤال السادس اللي هو بيقول لك ايه؟ ذا فوليوم اوف ذا رايت سيركلز كون كام؟ عايز الفوليوم بكام؟ لو معاك الدرور لينس، اللاترال لينس ده اللي هو الدرور لينس، هو بس بيلخبطك بالكلام، يبقى ده الدرور بكام يا معلم؟ ب 15. ومعاك التوتال اريا ايكوال كام؟ 216 باي. تقول لي يا مستر بص انا كلمه واحده عايز اعرفها منك، ايه هي؟ انت لازم تكون حافظ القوانين، حافظ القوانين هتعرف تحل، مش حافظ القوانين مش هتعرف تعمل اي حاجه. طب هو ايه قانون الفوليوم؟ قال لي بص كده ركز كده، تعالى نفتكر. هتبقى ايه؟ نفس الفكره، اريا اوف بيز تايمز الهايت، يبقى احط في الاول 1 اوفر 3 باي ار 2 واضربها في الهايت. طب يا مستر التوتال اريا، التوتال اريا دي يا بابا يعني كل حاجه، يعني التوتال اريا عباره عن اللاترال اريا وزود عليها 2 من السقف والارضيه، يبقى هي عباره عن باي ار سكوير بلس باي ار سوري. حلو جدا. طب اسال سؤال مهم جدا، انت معاك ايه وعايز ايه؟ قال لي طب بص كده يا مستر ركز معايا كده، هنا معايا ال بس مش معايا الار. طب انا معايا الاتش مش معايا الاتش، يبقى ده بعد اذنك كده لازم نروح نجهز له الار والاتش. لو جبت الار والاتش تكون جبت ايه؟ كل حاجه. طب يا مستر ما انت هنا لو عوضت، قال لي او اول حاجه كده معلش اصل دي منرفزاني قوي، مش الباي دي مع الباي دي مع الباي دي باي. قال لي تصدق كلامك صح. قال لي يعني انت قصدك كده يا مستر اتبقى ان الار باور 2 اهي بلس انت قلت لي الاتش بكام؟ 15 مين؟ 15 ار، كل ده يكوى كام في الاخر؟ قال لي ما تهزرش، يعني لو ده دخل جوه يبقى ار باور 2 بلس 15 ار ماينس 116 كل ده ايكوال 0. يس. ايه ده مود 5 ايه؟ مود 5 3. قال لي يعني انت كده عملت مود 5 3 فتطلع ادي 15 ادي نيجاتيف 216 تطلع ان الار ب 9. يا لهوي يا مستر. قال لي ما انا جبت بقى خلاص بقى. قال لي طب سؤال، ما انا كده لو انت واخد بالك انت معاك الار و ال ناقص لك الاتش.
قال لي ما انا قايل لك على ترنجلات كده مهمه تخلي بالك منها. ده الار، ده ال ده الاتش. الار بكام؟ قلت لي الار ب 9 والال بكام؟ 15. عايز اجيب الاتش من بايثاغورس، يبقى 15 باور 2 ماينس 9 باور 2. تعملها بالكالكليتور الجميله تطلع معاك ان الار الاتش تطلع ب 12. المفروض الاتش تطلع ب 12. تعال نحسب كده 15 باور 2 ماينس 9 باور 2 تطلع فعلا 12. يلا نعوض فوق يا معلم. خلاص ما انت كده جبت الار وجبت الايه؟ الاتش. الار يعني ايه 9 يبقى 1 اوفر 3 باي الار اللي هي بكام؟ 9 بار 2 في الاتش اللي هي كام؟ 12. تحسب كل ده على بعض يطلع معاك في الاخر ان الفوليوم ب 324. يبقى كل ده ايكوال كام؟ يبقى انا لو حافظ قوانين اعوض، مش حافظ قوانين مش عارف اعمل اي حاجه. ده السوليد جيومتري عشان تبقى فاهم انت بتعمل ايه وتتحرك اسرع في المساله. السؤال اللي بعده بيقول لي عن السيركل برضه سوليد جيومتري. الاسئله جميله وحلوه، اسئله جميله وحلوه وخلي بالك منها هتيجي زيها ان شاء الله في الامتحان وهتفتكر كده ممكن بنفس الارقام كمان. بيقول لي ايه بقى المساله دي؟ دي الايكويشن اوف سيركل. عايز يحسب الايكويشن الجديده لما يعمل لها ترانسليشن هتزود على الاكس 2 وتنقص من الواي 2. قال لي يا مستر هو في شكل الايكويشن اللي انت مديهاني دي انت قلت لي في الاول ان انا لو عايز اجيب السنتر يبقى هقسم الرقم اللي في النص على 2 بعكس الساين، وهقسم الرقم الثاني على 2 بعكس الايه؟ الساين اللي هو بتاع الاكس وبتاع الواي. قال لي يعني انت قصدك السنتر هنا هيبقى 12 اوفر 2 ونيجاتيف 6 اوفر 2 فيبقى 6 ونيجاتيف 3. قال لي حلو، انت عايز تزود على الاكس 2 وتنقص من الواي 2، يعني انت يا مستر قصدك دي هتبقى 6 بلس 2 وهنا نيجاتيف 3 ماينس 2. 6 بلس 2 كام يا 8. نيجاتيف 3 ماينس 2 تبقى كام؟ نيجاتيف 6. لو عايز اكتب الايكويشن بالشكل اللي هو مديني في اللي تشوز كنت بتقول اكس ماينس الرقم الاولاني بار 2 بلس واي ماينس، فماينس مع ماينس تقلب بلس، كل ده ايكوال الار بار 2. حلو، فدي شكل الايكويشن في النهايه هتبقى اكس ماينس 8 بار 2 بلس واي بلس 6 بار 2 ايكوال الراديوس. الراديوس فين؟ قال لي ما انا عندي قانون للراديوس يا مستر وهتكون نسيته. الار ايكوال روت الرقم الاولاني السنتر بتاعه بار 2 بلس نيجاتيف 6 نيجاتيف 3 بار 2 ماينس الرقم اللي فوق. تطلع بالكالكليتور تقريبا ب 5 عشان هو حتى يعني ممكن ما اعرفش احسبه عشان هو كل الاجابات ب 25 فيطلع ب 5. يبقى الار بار 2 هنا ايكوال كام في الاخر؟ 20 كام؟ 5. انهي واحده في دولت موجوده في التشوز عندك؟ اكيد هتبقى احنا في سوري دي يا جماعه نيجاتيف 5 سوري دي نيجاتيف 5 فدي تبقى نيجاتيف 5 فدي تبقى بلس 5. يبقى واي بلس 5 واكس ماينس 8 وايكوال كل ده بكام في الاخر؟ 25. دي الاجابه اكس ماينس 8 وواي بلس 5 كل ده ايكوال 25. اعتقد ان الاسئله دي انت لو ذاكرتها كويس فاضل لك اخر سؤالين بس مقالي ويبقى انت كده قفلت ان شاء الله الامتحان. ركز كده في الحاجات اللي مكتوبه. مساله طبعا دي مين؟ واحده بتبقى دايما على السوليد جيومتري والثانيه بتبقى على الرف او الانكلايند بلين او الرود او اللي هو اسمه يونيفورم رود. ركز كده عشان تبقى المساله بالنسبه لك سهله وجميله. السؤال بيقول لي regular quadrilateral pyramid with the volume 348 and side lengths equal 12. عايز التوتال اريا. ده مين؟ regular quadrilateral pyramid. نبدا بقى في الاسئله كده الاسي سؤالين مهمين وممكن يجوا بنفس الارقام ان شاء الله. ركز كده معايا. اول واحد على السوليد جيومتري وثاني واحد على الرف هوريزونتال بلين. اول واحد بيقول لي الريجولار كوادرات بيراميد وذ فوليوم كذا، يبقى انا معايا الفوليوم بكام يا معلم؟ 348. قال لي طب انت عارف قانون الفوليوم؟ قال لي انا حافظه. ايه هو؟ 1 اوفر 3
باي R2H باي B بار 2H. يبقى تاني 1 over 3 B بار 2H. مين البي؟ البيز لينس. مين الاتش؟ الهايت. قال لي حلو يا مستر. طب كمل بقى المساله. عند سايد لينس. سايد لينس ده اللي هو مين؟ قصده بيها البي. البي بكام؟ ب 12. قال لي يعني انا كده معايا على جنب اهو البي ب 12. قال لي حلو. طب يا مستر هو طالب مين في الاخر؟ قال لي فايند ذا اتس توتال اريا. ايه قانون التوتال اريا؟ قال لي انت قلت لي ان التوتال اريا، قلت لك انت هي بتجيب مساحه الحاجه اللي تحت بلس ايه هي الاريا بتاعت اللي فوق، يبقى عباره عن 2 بي ال بلس بي بار 2. حلو جدا. طب يا مستر اسال سؤال مهم. انا من فوق اعرف اجيب الاتش، وهنا معايا البي ناقص لي ال. قال لي ما انا قايل لك على ترنجلات مهمه كده لو فاكرها. هنا بيبقى الاتش وهنا بيبقى ال وهنا هاف. قال لي يعني انا لو جبت، بص كده وضح لنفسك الخطوات. انت اول حاجه عايز تجيب ال مش معاك حاجه تجيب منها ال، بس معايا حاجه تجيب منها الاتش. طب ما انت معاك الاتش ومعاك البي، تخش على الترينجل ده تجيب منه على طول ال. قال لي طب يلا بينا. من فوق يبقى 3 4 8 ايكوال 1 اوفر 3 البي ب 12 بار 2 اتش. منين اعرف اجيب الاتش؟ طبعا انتوا بتعملوها شيفت سولف، هنعملها على طول ونحسب ونودي ده الناحيه الثانيه. هتطلع معايا ان الاتش بكام في الاخر؟ بكام؟ الاتش تطلع ب 7 ارقام رخمه شويه. 7.25 بيرخم عليا بالارقام. طبعا كان كل ده هيروح الناحيه الثانيه بالديفايدد، بس عشان ننجز في الوقت جبت الاتش. قال لي يا مستر طب انا هاجي تعالى هنا في الترينجل. قال لي اهو، قال لك الاتش 7.25 هاف البي ب 12 يبقى هي ب 6. ال اجيبها من بايثاغورس، يبقى ال ايكوال 7.25 بار 2 بلس 6 بار 2. اطلع ال بالكالكليتر الجميله تطلع معاك وانت بتحسب كده معايا. هتطلع معاك ان ال ب 9.41. طبعا ارقام رخمه شويه، ما عنديش مشكله خالص. طالما انا ماشي صح ما عنديش مشكله. تيجي تعوض في القانون بقى الحمد لله بتاع التوتال اريا. كده معاك البي والال، يبقى 2 في البي اللي هي 12 كلها في ال اللي هي 9.41 تايمز البي اللي هي كام برضو 12 كلها. قوانين صدقني لو عرفتها هتعرف تحل. انا بقول اهو، انا بقول هنا بحروف معينه انا متعود عليها دايما. انت ممكن تبقى فاهم البي مثلا هي حاجه ثانيه عادي خالص مفيش مشكله، بس هي نفس المعنى. البيز لينس تطلع ده كله بعد ما تخلص بالكالكليتور 369.84. ده كده الحمد لله التوتال اريا. السؤال الاخير طبعا الكلام ده انت لازم تكون حافظه، مش هيكون موجود في ورقه المفاهيم، عشان انت لازم تعرف تعمل ايه بالظبط لما يجي لك سؤال زي كده. معايا كذا هجيب منه كذا وكذا هجيب منه كذا فاوصل لكذا. نمسح وناخد اخر سؤال. السؤال اللي بعده، في عندك ويت ب 300 على رف انكلايند بلين. رف انكلايند بلين دي اهم خطوه، اهم كلمه عندك. عامل انجل ساين الانجل ب 3 اوفر 5. ساين سيتا على طول ب 3 اوفر 5. حلو يا عم. عند coefficient of fraction الميو اس ب 1 اوفر 6. find the least force acting to direction of the line of the greatest slope. في عندك فورس لفوق عشان تمنعه من الانزلاق لتحت. قال له مستر هرسم ايه؟ قال لي انت قلت لي انكلاين بلين، انا عندي كده. ده كده امسح اكتب يا عم، وده كده. حلو. عامل سيتا. في عندك ويت هنا بكام يا مستر؟ ب 30. قال لي انا ما بحبش دي، انا هاخد دي ب 30 كوزاين سيتا، وهنا 30 ساين سيتا. قال لي في فورس لفوق اسمها اف بكام؟ انا عايز الاف دي. طب انت معاك ايه هنا؟ قال لي انا عارف ان هنا في الار. طب يا مستر هو قال لك ان الفورس دي لفوق عشان تمنعه من ايه؟ بتنزل. يبقى الاف اس فين؟ فوق. قال لي ايه ده بجد؟ ثانيه، انت كده نازل لتحت عشان هو هينزل.
يبقى الاف اس فين؟ الناحيه الثانيه. قال لي حلو، كلام جميل. قال لي انا قلت لك كمان ان الميو اس 1/6 والساين بتاعت الثيتا 3/5. قال لي يعني انا لو رسمت تراينجل كده عشان ننجز منه 3 ادي 4 ادي 5 يبقى الكوساين كمان 4 على كام؟ قال لي تصدق انا كلامي اقتنعت بيه، ناقص بس ان انا اعمل ايه؟ اعوض بقى. قال لي انت عارف ان الايكويشن بتقول لك يمينك قد شمالك وفوقك قد تحتك. قال لي حلو، يعني انت قصدك يا مستر يعني الاف اس بلس الاف ايكوال 30 تايمز ساين سيتا اللي احنا قلنا ده يتشال وخلاص ونحط مكانه كام؟ 3/5 تايمز 3/5. طب يا مستر انا هنا مش معايا الاف اس، ما انا كده مجهولين. طب اعمل ايه؟ قال لي خلاص كمل الناحيه الثانيه، والار بتساوي 30 في كوزين سيتا اللي احنا قلنا نحطها مكانها كام على طول؟ 4 على كام؟ على 5 يبقى تايمز 4 على 5. الار دي تطلع معاك بالكالكليتور، الار هتطلع معاك ب تعالى نحسبها مع بعض. 30 في 4 على 5 24. حلو، طلعت بكام؟ 4 24. قال لي حلو، ماذا بقى؟ قال لي بص طلعت ب 24. حلو، انا جبت الار، ناقص ان انا اجيب مين بقى؟ يا اف يا اف اس، بس هو اللي هو حاجه اللي هو عايزها هو الاف. خلاص يبقى انا اروح اجيب الاف اس. ما انا عندي قانون بيقول لي، دي قانون حافظه، ان الاف اس ايكوال ميو اس ار. قال لي يا لهوي، طب ما انت معاك الميو اس بكام يا مستر فوق؟ 1/6. والار انت لسه جايبها بكام؟ ب 24. تطلع ده بكام في الاخر؟ الاف اس ب 4. قال لي يعني انت قصدك اجي اشيل الاف اس هنا واحط مكانها كام؟ 4. يبقى انا لو عايز اجيب الاف دي تروح الناحيه الثانيه، يبقى هتقول ان الاف ايكوال في الاخر 30 تايمز 3 على 5. لو عملتها كده على الكالكليتور تطلع معاك 18، وده بالبوزيتيف هيروح الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، يبقى تطلع في الاخر بكام؟ ب 14. الاف هي دي اقل فورس هتنفع تتحط. الحمد لله كده انت خلصت معايا المراجعه. انا بقول لك اهو ذاكر كويس، افهم اللي اتقال، افهم افكار، صدقني ممكن تخش ان شاء الله تلاقيهم بنفس الارقام. شكرا.